على مدار 6 سنين قدر المسلسل المداح انه يحافظ على نجاحه، والسنة دي المداح رجع لنا بالجزء السادس مع اكتر شرير قوي واجهه صابر المداح قزح. اللي بيميز المداح عن اي مسلسل اجزاء تاني هي الاستمرارية. يعني مسلسل الكبير قوي كان فيه سنوات انقطاع بين ال8 اجزاء، وبرضه مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل يوميات ونيس. المداح قدم لنا 6 اجزاء متتالية من غير اي انقطاع، وهو ده اللي بيميزه عن أي مسلسل أجزاء تاني اتقدم في الدراما المصرية. سر نجاح المداح بيرجع لأسباب كتيرة جدا، بس قبل ما أكمل كلامي عن المداح ياريت يا صاحبي تكون جهزت كوباية الشاي، لأن المشخصاتي هيبدأ الحكاية. بداية الحكاية بتبدأ في سنة 2021 على قناة النهار. من البداية كده أول لما نزل بوستر المسلسل ما كانش في حد متحمس لمسلسل المداح، خصوصا ان اعمال حمادة هلال اللي قبل المداح ما كانتش ناجحة ولا مسمعة. لكن مع عرض المداح كل حاجة اتغيرت، وشخصية صابر المداح بتركيبتها الفريدة قدرت انها تجذب الجمهور من الحلقة الاولى عشان يعيشوا معاه قصته اللي بتحكي لينا عن شاب مبروك عنده قدرات روحانية خارقة من خلالها بيواجه الجن والعفاريت. عنصر الخوارق ما كانش حاضر قوي في الجزء الأول. الجزء الأول كان مركز أكتر على الجانب الاجتماعي، وكان تركيز المؤلفين كان على خلفية شخصية صابر المداح والصراعات اللي بينه وبين أبوه. والعفريت شامخ ما بيظهرش غير في الحلقة الأخيرة، وده بسبب إن صابر المداح كان عايز يحرق كتب السحر. الجزء الأول بينتهي نهاية مشوقة، وبنشوف صابر المداح في النهاية بيحرق كتب السحر وبيخلف عهده مع الجن. صابر بيفتكر إن دي بتكون النهاية، لكنها بتكون البداية لقصة جديدة من قصص المداح، وهي أسطورة الوادي. في أسطورة الوادي صابر بيواجه مليكة اللي بتكون عايزة تنتقم منه لأنه خان العهد وقتل واحد من عشيرتها. في الجزء التاني المسلسل بيبدأ يركز أكتر على عنصر الخارق والجن، وده كان شيء حلو ووحش في نفس الوقت. كان ممكن الجزء التاني يكون أحسن من الجزء الأول، لكن الجزء التاني كان فيه شوية تمطيط في الأحداث. الجزء التالت بقى اللي ظهرت فيه شخصية هند بنت الأحمر كان هو أسوأ أجزاء المداح. الكتاب في الجزء ده أهملوا القصة الأساسية وركزوا على قصص فرعية وصراعات جانبية كانوا بيملوا بيها أحداث المسلسل. في رأيي لو كان الجزء ده 10 حلقات كان هيكون أفضل. من الحاجات اللي خلت الجزء التالت أوحش جزء شخصية لوسي. شخصية لوسي الشريرة ما كانتش شخصية قوية خالص ولا ليها هيبة الشرير، بعكس شخصية قزح اللي قدمها لينا فتحي عبد الوهاب في الجزء الرابع اللي كان بعنوان أسطورة العودة. بداية ظهور شخصية قزح كان في نهاية الجزء التالت، وكان بيجسدها الفنان ماجد المصري. الجزء الرابع ناس كتير بتقول عليه انه احسن جزء لانه اتبذل فيه مجهود كبير جدا. المرة دي الكتاب حاولوا ان هم يعوضوا جوانب الضعف والقصور اللي كانت موجودة في اخر جزئين، وبالفعل هم قدروا ينجحوا في ده من خلال القصة الجذابة اللي قدموها في أسطورة العودة. أكتر حاجة عجبت الجمهور في أسطورة العودة هي شخصية قزح اللي الكتاب أبدعوا في رسمها وخلوها أقوى شخصية شريرة ظهرت في سلسلة المداح. المداح في الجزء ده ما بيواجهش عفريت واحد بس، ده بيواجه مجموعة عفاريت أكبرهم قزح اللي بيفتح بوابات جن طول المسلسل. أول بوابة بيفتحها كانت بوابة الجن صخر، وتاني بوابة كانت بوابة موت، أما رابع بوابة فكانت بوابة مليكة، أما الأخيرة بقى فكانت النمرود. نهاية الجزء الرابع كانت حلوة جدا، في النهاية بنشوف صابر وهو بيرجع من الموت. الجزء الخامس اللي كان بعنوان أسطورة العهد كان أكتر جزء عليه ترقب وانتظار. في الجزء ده صابر بيواجه بنات إبليس والملك الأحمر. الجزء ده كان حلو، لكن كان فيه برضه شوية تمطيط وملل في الأحداث بعكس الجزء الرابع. وحاليا الجزء السادس من المداح إعلانه نزل وهيكون بعنوان أسطورة النهاية. في إشاعات بتقول إن ده آخر جزء، بس أنا حاسس إن المسلسل هيكمل واحتمال يكون في جزء سابع من المسلسل. وفي نهاية الفيديو حابب أعرف رأيكم، هل متحمسين لأسطورة النهاية زي العبد لله ولا لأ؟ مستني رأيكم في التعليقات.